السلام عليكم ورمضان كريم عليكم، وإن شاء الله تشوفون الخير في هذا الشهر. 20 فقرة غير مفطرة. أولا جميع أنواع الأبر. ثانيا قلع الضرس. ثالثا تذوق الطعام بالمطبخ. المرأة من تطبخ تسوي مثلا فطور وتذوقت الطعام ما بي مشكلة، فقط تبصق تتفل بتعبيرنا العامي. هسه واحد يقول لي شنو تتفل شيخ؟ يا عمي تبصق، عوف التتفل. 4 المغذي. 5 قطرة العين غير مفطرة. 6 قطرة الأذن غير مفطرة. 7 بلع النخامة. النخامة شنو؟ هاي الأوساخ اللي تصير بالخشم، واحد يستنشق ويبلعها، ما مفطرة. بعد مضغ الطعام للطفل. وحدة عندها طفل وتريد تمضغ الطعام إلى بسنونها وتوكله، غير مفطر بالنسبة لها. شو تسوي؟ تبصق مرة أو مرتين لما تطلع البقايا مال الطعام وانتهى الموضوع، غير مفطرة. السبح في الشط. السبح أو الاغتسال بالشط. إما السبح، نعم السبح بالشط لحد من؟ لحد الرقبة. واحد يروح يسبح لحد الرقبة. إذا غط يعني بالمي، إذا غط بالمي الفقهاء يقولون هذا مضر ومفطر يعتبروه، فهو هذا الحد السبح لحد الرقبة. لكن إذا غط بالمي يختلف. نعم. دخول الحمام الذي يوجد فيه بخار كثيف. تشغل الحمام وصار بخار كثيف جدا، يعني مو طبيعي هواي، هذا ايضا هم غير مفطر. بعض الاحيان يصير الضباب هذا. هسه احنا مو راح يمر الشتاء، العفو، يمر شهر رمضان بالسنوات الجايه. السنوات الجايه راح يمر علينا شهر رمضان يصير ضباب بها، ضباب كثيف. هذا يفطر ما يفطر. كذلك الحمام اذا به ضباب ما يفطر يا عمي. بعد تنظيف الاسنان رقم 11 ما يفطر. نظف وكمل واتفل بالقاع او ابصق بالقاع. خلينا نعوفها مال اتفل. 13 الاحتلام بعد صلاة الفجر. واحد السحر وكمل وصلى الصبح، صلى الفجر ونام وتحلم، خرج عليه مني، طاح عليه مني، وقع عليه مني، نعم استحلم، جاس الشيطان، هذا يقعد يغتسل وصلاته وصيامه صحيح، ما يفطر. نعم. 14 التبرع بالدم غير مفطر. 15 العطر غير مفطر. 16 الأبخرة المتصاعدة من الطبخ. مرة تطبخ تقلي، هذا البخار اللي يطلع من الطاوة أو من الجدر يفطر لو ما يفطر؟ لا، هذا غير مفطر. نعم. 17 الرائحة الموجودة في بيت الخلاء. واحد يروح يتخلى حتى يصلي، يغسل وكذا حتى يتوضا ويصلي. هاي الريحة اللي بيت الخلاء بالمرافق بتعبيرنا العامي، هذه مفطرة لو غير مفطرة؟ غير مفطرة. بعد 18 التقيؤ. تعبير العراقيين أكثر نزوع أو يرجع على راسه. اي نعم، هذا غير مفطر. شرب الماء بغير عمد. واحد اجى شرب له قلاص وهو ما متعمد، ما يفطر هذا.
شهر رمضان المبارك عليكم وعلى أطفالكم وعلى عوائلكم صغاركم وكباركم، ورحم الله أمواتكم إن شاء الله، ويعود عليكم كل سنة بخير إن شاء الله، ويحفظكم إن شاء الله. شهر الله وأنتم ضيوف الله، نعم في هذا الشهر الفضيل. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.